تخيل تصحى من النوم تلاقي واحد غريب بيعرض عليك ثروة عشان يبني سجن جوه بيتك ويسجن نفسه فيه. يا ترى توافق وتاخد الفلوس ولا تبلغ عنه وتخلص؟ ده بالظبط اللي حصل مع بطل قصتنا تشارلز. الحكاية بتبدأ مع تشارلز اللي كان راجل على باب الله من غير شغل ولا مليم في جيبه، والبنك كان خلاص على وشك انه يطرده من بيته وياخد كل حاجة. صاحبه ريكي قال له على شغلانة في موقع بناء ممكن تنقذه. ريكي نفسه كان شغال هناك في الموقع ده، ولما تشارلز قال له هفكر في الموضوع قام صاحبه تاني كلارنس متدخل في الكلام فجأة وقال له انت مش امير عشان تقعد من غير شغل وكل حاجة تمشي على مزاجك وتتعدل لوحدها. تشارلز اتغاظ وبدأ ينادي كلارنس باسم كلارا يا بيبي عشان يستفزه. كلارنس كره الاسم ده جدا واتعصب وقال له اياك تناديني بالاسم ده تاني ابدا، لكن تشارلز ركب دماغه ومرضيش يبطل استفزاز فيه. كلارنس دمه غلي وكان هيتخانق معاه، وهنا ريكي دخل بينهم بسرعة عشان يمنعهم من الخناق والضرب. وكلارنس وهو ماشي قال له انا بجد اتمنى ان البنك ياخد بيتك ويرميك في الشارع. تاني يوم الصبح على طول ظهر راجل اسمه انستون قدام بيت تشارلز. انستون ده كان عايز يقدر البدروم بتاع تشارلز باي تمن، لكن تشارلز قال له ان البيت ولا للبيع ولا للايجار ومفيش كلام تاني. انستون قال له بهدوء يمكن الوقت مش مناسب دلوقتي، بس يا ريت تديني رنة لو غيرت رأيك في الموضوع ده. في الوقت ده بيت تشارلز كان فضي من الاكل تماما ومفيش لقمة تتاكل، وما كانش معاه اي فلوس خالص عشان يشتري اكل من بره، وحتى عربيته شطبت بنزين وجابت اخرها. وللاسف تشارلز ما اتقبلش في شغلانة البناء دي كمان وبقى على الحديدة. راح حكى الكلام ده كله لموظفة في البنك اسمها ليني براون وقال لها ان في شغل بناء كتير شغال في البلد اليومين دول، بس مفيش ولا شغلانة واحدة راضية تجيلي وتتوفق. ليني قالت له احنا كنا كويسين جدا معاك من ساعة ما والدتك ماتت، بس انت بصراحة زودتها قوي واتخطيت كل الحدود. ليني قالت له ان البنك جاله عرض عشان يشتري بيته ويسدد الديون اللي عليه بالكامل، وان يمكن ده يكون احسن حل ليه في الظروف دي. وهنا تشارلز كلم خالته بيتشز عشان يطلب منها اي فلوس يسدد بيها رهن البنك. البيت ده كان في عيلتهم بقاله 8 اجيال بحالهم ومستحيل يفرط فيه. ام تشارلز وخالته وكل العيلة اتولدوا هنا في البيت ده، لكن خالته برضه قفلت الفيشة في وشه ورفضت تديله اي فلوس تاني. وبعد ما كل الابواب اتقفلت ومفضلش قدامه اي خيارات تانية، يا ترى تشارلز هيعمل ايه بعد ما الدنيا ضاقت بيه لدرجة الخنقة؟ تشارلز ما كانش قدامه اي حل غير انه يكلم انستون ويوافق على عرضه. راح تشارلز وفتح البدروم بتاعه اللي كان مقفول ولقى كلب ميت مرمي على الارض هناك في مشهد غريب. في الليلة دي تشارلز دخل اوضة امه وقعد يفتكرها ويفتكر ايامها. تاني يوم ريكي جاله البيت وبص على البدروم، كان فيه كراكيب وتحف قديمة كتير مرمية في كل حتة هناك. ريكي قال له انت لازم تكلم تاجر تحف وتبيع الحاجات دي عشان تطلع بقرشين. ريكي كان بيعرف تاجر تحف شاطرة بس كانت بتاخد 10% عمولة مقابل شغلها. التاجرة دي كان اسمها نارسيسيا كيلي، وجت عشان تشوف الشغل وتقيمه. بدأت نارسيسيا تبص على تحف القديمة وتفحصها حتة حتة، وفجأة لقت شوية أقنعة وش ما كانتش متوقعة أبدا إنها تلاقيها هنا. أكيد أجداد تشارلز جابوها معاهم من غرب أفريقيا وهم جايين، والأقنعة دي هتكون أول حاجة من نوعها تكتشف في الجزء ده من الولاية كلها. وده كان هيثبت نظرية نارسيسيا كانت دايما بتتكلم عنها وبتحاول تثبتها. لو حاسس إنك قاعد معانا على القهوة ومندمج في الحكاية انزل اخبط لايك واشترك. بس في اللحظة دي تشارلز بدأ يسمع أصوات غريبة جاية من الدور اللي فوق. نارسيسيا سألته بقلق انت كويس يا تشارلز؟ ايوه انا تمام ومفيش حاجة. وقال لها انه ما بيعرفش تفاصيل كتير عن الحاجات دي وانه بس محتاج فلوس ضروري. نارسيسيا قالت له ان بعيدا عن الأقنعة هو هيعمل قرشين حلوين قوي من باقي تحف، بس تجار التحف في العادي بياخدوا من 3 ل 4 شهور عشان يردوا ويخلصوا البيعة. وهي ماشية نارسيسيا أكدت على تشارلز يخلي الأقنعة دي قريبة منه وما يفرطش فيها بسهولة. وبعد ما كلهم مشيوا تشارلز طلع فوق بسرعة عشان يشوف ايه الصوت اللي سمعه ده، وحط ودنه على باب أوضة مقفولة عشان يحاول يتصنت ويسمع ايه اللي بيحصل جوه. اللي جوه الأوضة دي لغز محدش يتوقعه، بس خلينا نشوف ايه اللي حصل بعد كده. بعدها بشوية صغيرة تشارلز جاله مكالمة تانية من أنستون. أنستون كان جاهز يدفع لتشارلز $65,000 إيجار لمدة 65 يوم بتمام والكمال. تشارلز ما كانش مصدق الرقم ده خالص، بس ده كان عرض أنستون النهائي. أنستون هيدفع $10,000 كمقدم تحت الحساب و$25,000 أول ما ينقل ويعيش في البدروم، والدفعة الأخيرة هتندفع في النهاية خالص. وكل
ده هيكون كاش في ايده، بس الشرط الوحيد ان تشارلز ما يقولش لاي مخلوق على الاتفاق ده نهائيا. بعد كده ريكي وحبيبته بيثاني جم يزوروا تشارلز في البيت. تشارلز كان قاعد تحت وسامع اصواتهم جايه بوضوح من الدور اللي فوق. الاصوات دي شتتت انتباهه جدا وخلته مش مركز. تشارلز مسك واحد من الاقنعه القديمه دي ولبسها على وشه بدون تفكير. بعدها بشويه فتح عينيه لقى بيثاني نزلت تحت وبتبص له، وشافت تشارلز وهو في الحاله الغريبه دي. سالته باستغراب: ايه اللي حصل لك يا تشارلز، وانت ليه لسه قاعد هنا لحد دلوقتي؟ بيثاني كانت تعرف تشارلز من ايام الطفوله وعارفه كل حاجه عنه، وكانت عارفه ان بعد وفاه امه تشارلز اضطر يقعد هنا عشان يخلي باله من عمه الشرير برنت، بس كانت مستغربه جدا هو ليه لسه محبوس هنا حتى بعد ما كلهم ماتوا وسابوه. تشارلز قال لها بحزن: بعد اللي حصل لبرنت انا حسيت اني محبوس وما بقتش عارف اخرج. تاني يوم وصلت شويه طلبات كتير لبدروم تشارلز. انستون هو اللي كان باعت الحاجات دي كلها عشان يجهز مكانه، وكان باعت معاها فلوس كاش كمان زي ما اتفقوا. تشارلز خد الفلوس دي وطلع بيها طوالي على البنك من غير ما يضيع وقت. دفع الفلوس المطلوبه ووقف اجراءات الحجز على البيت فورا، وفول عربيته بالبنزين على الاخر، واشترى طلبات ومؤن للبيت تكفيه فتره محترمه. هل الفلوس دي هتحل مشاكله بجد ولا هتفتح عليه ابواب جهنم من غير ما يحس؟ وفي يوم 1 نوفمبر انستون وصل المدينه. تشارلز راح جابه من محطه القطر بنفسه. انستون كان هيقضي ال 65 يوم اللي جايين في بدروم تشارلز المقفول. تشارلز ما كانش عنده اي فكره الراجل ده بيعمل كده ليه وايه غرضه. الاتنين قعدوا شربوا ويسكي مع بعض. انستون سال تشارلز عن نفسه وعن حياته. تشارلز قال له: انت عارف اسمي وعارف انا ساكن فين، وده كفايه قوي عليك. تشارلز قال له: واضافه لكده انا اخر واحد متبقي في عيلتي دي، وان كل الباقيين ماتوا وسابوني لوحدي. وبعدين سال انستون عن طبيعه شغله، بيعمل ايه بالظبط. انستون ما شرحش شغله بشكل واضح ابدا، وكان بيلف ويدور. شرحه بطريقه معقده جدا، وقال جمله غريبه قوي: تتخيل ان في الماس تحت بيت حد تاني وانت بس اللي عارف ان الالماس دي مدفون هناك، وهنا بيجي دوري اني الاقي الثروه دي واشتري العقار اللي فيه الثروه دي مقابل راتب معين باخده. وبعد الكلام ده انستون ادى تشارلز $25,000، وتشارلز خد الفلوس وطلع فوق. لكن تاني يوم الصبح لما نزل تحت اتصدم من المنظر اللي شافه بعينيه. انستون كان بنى زنزانه سجن حقيقيه جوه البدروم، وقال انه هيفضل محبوس جوه الزنزانه دي لمده ال 65 يوم اللي جايين كلهم، وقال له في الفتره دي هحتاجك تجيب لي اكلي كل يوم لحد عندي. تشارلز حس ان الموضوع ده غريب ومريب جدا وما يتسكتش عليه. انستون شرح له انه على مر التاريخ كان في ناس كتير بيعزلوا نفسهم عن العالم لاسباب مختلفه، لكن تشارلز قال له يلم حاجته ويطلع بره بيته فورا، لانه لو حد شاف راجل ابيض محبوس في قفص جوه بدروم بيته ده هيعمل لتشارلز مصيبه سودة محدش هيصدقها. انستون قال له: ما تخافش، انا هنا بكامل ارادتي الحره ومحدش غاصبني، وعرض عليه اتفاق تاني يخليه يغير رايه. لو بعد اسبوعين تشارلز حابب يمشيه هيمشي فورا ومن غير شوشره، بس لو سابه يكمل المده هيدفع له ضعف الدفعه الاخيره اللي اتفقوا عليها. انستون ما كانش ينفع يروح اي فندق لانه ناس كتير عارفاه وممكن يتعرف بسهوله، وما كانش هيعرف يقعد لوحده بالشكل المعزول ده هناك. انستون ادى تشارلز مفتاح القفص بتاعه عشان يقفل عليه. تشارلز قفل البدروم كويس جدا من بره وغطى كل الشبابيك عشان محدش من الشارع يشوف انستون وهو جوه، وفي المساء نزل اداله اكله وكل احتياجاته الاساسيه. انستون طلب من تشارلز كتبه لانه جاب كتب كتير معاه عشان يقراها ويسلي وقته. انستون كان مسمي التجربه دي كلها رحله روحانيه بيصفي فيها ذهنه، بس هل دي فعلا رحله روحانيه بريئه ولا وراها سر مرعب هيقلب حياه تشارلز؟ في الليله دي تشارلز بدا يسمع اصوات غريبه تاني في البيت، وشاف حد بيحاول يطلع السلم بتاعه في الضلمه. كان في ايدين بتتسحب لفوق، بس كل ده طلع مجرد حلم مزعج في الاخر. تاني يوم تشارلز راح يدور على اسم انستون على النت عشان يفهم قصته، وقابل ريكي صدفه قدام المكتبه وهم واقفين. ريكي قال له ان كلارنس شافه في محطه القطر امبارح. تشارلز قال له: ايوه، انا كنت بفكر اسيب المدينه دي خالص واريح دماغي. ريكي عزم تشارلز على حفله في بيت كلارنس كمان كام يوم عشان يغير جو. بعدها تشارلز رجع وراح سال انستون: هو مفيش حد هيسال عليك خالص؟ انستون قال له: كلنا بنختفي احيانا يا تشارلز، ودي سنه الحياه، ساعات بننشغل في الشغل وساعات بتحصل ظروف طارئه، ويوم ما بترجعش الناس بتقلق عليك في الاول، بس بيكلموا البوليس، وفي ناس بتبقى متعلقه بحبايبها لدرجه انهم بيموتوا من غيرهم، بس اغلبنا ما بيعملش كده، واغلبنا بيتعود ويتاقلم على الغياب. تشارلز ساله: ايه اللي يخلي راجل يحبس نفسه ويدفع كل الفلوس دي عشان سجن؟ انستون قال له: الفلوس ما بقتش تفرق معايا ولا تلفت انتباهي من زمان، وانا بجد اتمنى انك تكون مستمتع وانت بتصرف فلوسي يا تشارلز. بعدها تشارلز نزل اقنعه اجداده من الدور اللي فوق وسال انستون عنهم وعن قيمتهم. انستون خربشهم شويه عشان يوري له انهم مصنوعين من الذهب الخالص مش مجرد خشب. تاني
تاني يوم على طول تشارلز لبس بدلة ابوه القديمة وخد الأقنعة وراح لنارسيسيا وقال لها ان امه دايما كانت بتقول ان عيلتهم عمرها ما كانت عبيد في يوم من الايام، وتشارلز ما كانش بيصدق الكلام ده زمان وكان بيعتبره حواديت، بس النهارده ولما شاف الأقنعة الذهب دي بعينيه صدق اخيرا. تشارلز عرض على نارسيسيا اتفاق شراكة انهم يبقوا شركاء ويعرضوا كل الحاجات اللي في البدروم دي للناس وهم بيلفوا في عربية فان وياخدوا فلوس مقابل العرض ده وتبقى مصلحة حلوة. لكن نارسيسيا ما فكرتش في الموضوع بالطريقة التجارية دي، كده تشارلز هيبقى بيحول تراثه وتاريخه لبضاعة رخيصة بتتباع، ودي حاجة نارسيسيا عمرها ما هتدعم فيها ولا هتوافق عليها. تشارلز مشي من عندها وهو متضايق وراح نادي ليلي، وهناك قابل بنت وخرج معاها وراحوا لعربيتها. بس اول ما البنت نزلت من العربية تشارلز بدأ يحس بإحساس غريب جدا ومخيف، شاف كلب واقف قدامه بيبصله، وفي اللحظة اللي بعدها الكلب اختفى كأنه ملوش وجود. تشارلز شاف حد واقف وراه لجزء من الثانية، الخوف بدأ يسيطر عليه، يا ترى شاف ايه خلاه يترعب كده؟ تشارلز بدأ يترعب وما كانش قادر يتنفس جوه العربية وحس بضيق تنفس، نزل من العربية بسرعة وراح طوالي على أنستون في بدروم. أنستون قال له بعتاب انت نسيت تجيب لي اكل النهارده وانا مش بدفع لك فلوس عشان تهملني كده. بس تشارلز سأله بحدة قول لي انت هنا ليه وايه حكايتك؟ قال له انا متأكد انك مجرم هربان وده سبب وجودك هنا صح؟ أنستون قال له ايوه انا مجرم بس محدش بيدور عليا وانا هنا بكامل ارادتي الحرة. أنستون رفض يقول لتشارلز اي حاجة تانية عن ماضيه وقال له من هنا ورايح لو انت مشغول في حتة لازم تيجي هنا الاول وتخلص اللي وراك لانك لازم تأكل كلبك قبل ما تخرج. في الليلة دي وتشارلز بيغسل سنانه حس بحاجة غريبة في بقه، كان في دهب تحت جلد وشه، وسمع صوت جاي من بره الحمام، كان في شخص غامض واقف ورا تشارلز بيراقبه. تاني يوم أنستون طلب من تشارلز يجيب له لمبة لان اللمبة القديمة اتحرقت والجو ضلم. تشارلز راح لأصحابه وقال لهم ان مدير البنك قال لكل الناس انه خد فلوس من الدرج وان تشارلز هو اللي سرقها وخدها لنفسه، وعشان كده تشارلز ما اتقبلش في شغلانة البناء دي وسمعته باظت. تشارلز قال لهم لحد دلوقتي كنت فاكر اني شخص كويس بس حظه وحش، لكن ده مش حقيقي صح؟ كليرنس عرض انه يساعد تشارلز في قسط البيت ويدفع له اللي ناقص، بس وتشارلز ماشي اتأسف لكليرنس وقال له انا بجد كنت غيران منك. وهو مروح في الطريق تشارلز طفى كشافات عربيته قاصد وغمض عينيه وشال ايده من على الدركسيون وساب العربية تمشي لوحدها. بالحركة دي عربيته خبطت غزال كان واقف على الطريق، فجأة الغزال مات في ساعتها من قوة الخبطة. تشارلز قعد جنبه في الشارع وبدأ يعيط بانهيار، رجع لأنستون وقال له يغور في داهية وإنه مش عايزه هنا ولا دقيقة تانية. هنا أنستون قرر يرمي القنبلة ويقول الحقيقة اللي هتقلب كل حاجة فوقاني تحتاني. أنستون قال له السبب الحقيقي اللي خلاه يجي هنا ويحبس نفسه. أول شغلانة حسابات لأنستون كانت في طهران من زمان، وعشان يختبروا ولاءه رؤسائه طلبوا منه يقتل راجل بدم بارد، وأنستون نفذ أوامرهم وقتله فعلا. تشارلز سأله يعني أنت هنا عشان كده؟ طب ليه بيتي أنا بالذات اخترته؟ وسأله هل الراجل اللي قتلته ده كان اسود؟ تشارلز فهم ان أنستون بيحاول يقضي عقوبته على جريمة قتل راجل اسود بانه يسجن نفسه في بيت راجل اسود. تشارلز قال له بعصبية انت راجل ابيض مجنون فاكر ان بفلوسك دي انا هسمع كل كلامك وهبقى عبد عندك. أنستون قال له ببرود بس انت محتاج الفلوس دي وما تقدرش تستغنى عنها. أنستون حط السيرة الذاتية بتاعت تشارلز كلها قدامه عشان يثبت له انه عارفه كويس، كان عارف كل حاجة عن تشارلز من يوم ما اتولد، عارف اسامي اصحابه وحياته في الجامعة وكل تفصيلة صغيرة وكبيرة، كان عارف ان تشارلز اشتغل في نقابة الميناء وانه اختلس $433 من الدرج بتاعه، وده اصلا مش مبلغ يستاهل ان الواحد يخسر شغله وكرامته عشانه ويتفضح. وأنستون هو اللي قدم العرض للبنك عشان يشتري البيت ده لحسابه، عشان البنك يضغط على تشارلز ويسيب البيت وهو مطرود، وتحت نفس الضغط ده تشارلز يوافق يأجر البدروم لأنستون وهو الممنون. لما سمع الكلام ده كان هيتجنن وكان هيفتح الزنزانة على أنستون ويخلص عليه، بس أنستون قال له بص سواء قعدت هنا أو مشيت وضعك المهبب ده هيفضل زي ما هو ومفيش حاجة هتتغير. تشارلز قال له بعصبية وغيظ ماشي الليلة دي انت المسجون وانا المأمون بتاعك. تشارلز طفى نور البدروم وطلع فوق وسابه في الضلمة. تاني يوم راح لأنستون وقال له كل حاجة هنا بقت ميزة ولازم تدفع تمنها زي النور ده مثلا، وعشان ياخدها أنستون لازم يجاوب على أسئلة تشارلز بصراحة ومن غير كذب. أنستون كان ليه حق واحد بس هو انه يطلب يخرج من هنا في اي وقت يعجبه، وتشارلز هيخرجه بعد 96 ساعة بالظبط من طلبه ده. تشارلز كان بيستعرض قوته وبيفرض سيطرته لما عمل كده. أنستون قال له موافق بس بعد كل 3 أسئلة منك انا هسأل سؤال واحد ومن حقي تجاوبني. تشارلز سأله بجدية انت قتلت حد؟ أنستون قال له لا انا ضربته بالنار ونفذت
كتبت أوامر ممثلين حكوميين شرعيين مش أكتر. وبعدين أنستون سأل تشارلز نفس السؤال، وتشارلز قال له لا أنا ما قتلتش حد. تشارلز مشي من هناك وجارته شافته وسألته أنت كويس يا تشارلز، بس تشارلز ما ردش عليها وكمل مشي. تاني يوم راح يقابل نارسيسيا واعتذر ليها لآخر مرة على أسلوبه. نارسيسيا قالت له مفيش مشكلة، أنا بس ما حبيتش إنك تبيع ممتلكات عيلتك وتفرط فيها، بس أنا لازم أتعامل باحترافية وهجيب لك سعر كويس فيهم يعوضك. في الليلة دي لما تشارلز نزل البدروم شاف شخص ضخم جدا في القفص بدل أنستون، شخص حجمه ما يكفيش القفص أصلا ومنظره مرعب. تشارلز لقى نفسه هو اللي محبوس جوه القفص ومقفول عليه. الرعب وصل لأقصى درجاته، بس طلع في الآخر مجرد حلم من كتر الضغط النفسي. تاني يوم تشارلز تف في القهوة واداها لأنستون يشربها. تشارلز سأله انت ليه اخترت بيتي أنا بالذات؟ أنستون قال له في أسباب كتير ومفيش ولا واحد فيهم هيعجبك لو سمعته، وبدأ يشرح ازاي البيض بيتكلموا عن السود اللي زي تشارلز في قعداتهم السرية باستحقار، وعشان كده أنستون كان لازم يتحبس في بيت راجل اسود كنوع من التكفير. واختار تشارلز بالذات لأنه وحيد ومحدش هيسأل عليه لو اختفى وعليه ديون متلتلة. أنستون سمى تشارلز الفشل المثالي لعرقه كله. لما سمع الكلام ده اتعصب وطفى نور أنستون لمدة 4 أيام ومشي سابه في العذاب ده. بعد كده نارسيسيا جت تشوفه وتطمن عليه، وكان معاها عرض ممتاز لتشارلز ممكن يغير حياته. سألته ايه رأيك ترعى متحف أمريكي أفريقي وتبقى انت المسؤول؟ نارسيسيا كانت عايزة تعرض تحف تشارلز وتحف محلها في المتحف ده للجمهور، وعشان تحل مشكلة تشارلز المادية كانت ناوية تبيع تذاكر دخول وتعمل دخل، وبكده التحف هتفضل ملك تشارلز ومحدش هياخدها وهو كمان هيكسب فلوس. تشارلز بدأ يهزر ويقول لنارسيسيا على الأسامي اللي سماها للأقنعة دي، وقعدوا يضحكوا. وفي وسط الكلام ده الاتنين قربوا من بعض جدا وحسوا براحة، لكن نارسيسيا بدأت تسمع صوت حد بيصرخ من تحت. تشارلز قال لها بسرعة ده أكيد ثعلب ولا حاجة متسرب تحت، بس ده كان صوت أنستون اللي بيصرخ في الضلمة. تشارلز مشي نارسيسيا من هناك بسرعة، ولما نزل البدروم تاني يوم لقى أنستون في حالة غريبة. أنستون قال له شكرا يا تشارلز، وقتي الحقيقي هنا بدأ أخيرا. في الحقيقة الناس اللي أنستون قتلهم زمان كانوا بيجولوا في الضلمة يطردوه. أنستون ما قتلش روح واحدة، ده قتل ناس كتير جدا ودمهم في رقبته، ده حتى حط طفل رضيع عنده 9 شهور قدام كلب مفترس عشان ينفذ أوامر رؤسائه. أنستون عمل فلوس كتير قوي من الشغل القذر ده، بس أنستون برر ده وقال إنه برضه أنقذ آلاف الأرواح التانية. أنا مجرد أداة، والحاجات دي كانت هتحصل حتى من غيري. تشارلز ما كانش فاهم أي حاجة من التخاريف اللي أنستون بيقولها دي. أنستون قال له إن تشارلز كمان بدأ يستمتع بتعذيب الناس لما سابه في الضلة. أنستون اترجى تشارلز إنه ما يحبسوش في الضلمة تاني أبدا لأنه ما بيقدرش يتحملها، لكن تشارلز ببرود طفى النور ومشي راح حفلة كلارنس. صاحبه ريكي كان طلب إيد حبيبته للجواز في الحفلة دي، وحتى وهو قاعد في وسط الحفلة والناس تشارلز بدأ يشوف نفس الكلب تاني بيراقبه. تشارلز طلع يجري ورجع على بيته وهو بيترعش، وجوه بيته حس إن في حد تاني موجود معاه في المكان. تلفزيون تشارلز كان شغال لوحده وكان بيشوف وفيات ناس على الشاشة بوضوح. تشارلز لمس التلفزيون ولقى إيده كلها دم فجأة، وشاف الكلب وهو بياكل الغزال اللي هو خبطه بعربيته. تشارلز راح واستخبى تحت سريره من كتر الرعب، وهناك بدأ يشوف عمه الميت اللي كان بيجي يضربه زمان. كان بيشوفه زي ما كان بيضربه وهو صغير بالظبط. هرب تشارلز وراح على البحر، وهو بيغرق شاف ست من بعيد كانت غالبا أمه بتبصله. تشارلز رجع تاني على بيته، وفي السكة بص على جارته اللي مريضة. تاني يوم تشارلز عمل فطيرة ووداها لجارته دي. أم تشارلز كانت دايما بتعمل الفطيرة دي زمان وريحتها كانت بتملى البيت. جارة تشارلز كانت عيانة بقالها فترة طويلة، بس محدش زارها بقاله 3 سنين بحالهم، وتشارلز كان أول واحد يسأل عليها ويخبط على بابها. ومن هناك تشارلز راح لأوضة في بيته كان عمه رائد عيان فيها قبل ما يموت. تشارلز بدأ يعيط لما شافه في خياله، وحس بإيد أمه على كتفه بتطبطب عليه، بس كل ده كان مجرد هلاوس في دماغ تشارلز من كتر الضغط. تشارلز نزل البدروم لأنستون اللي كان في حالة مقرفة جدا ومزرية. أنستون هجم على تشارلز، وتشارلز قال له احنا الاتنين هنموت هنا تحت الأرض. السر الأخير قرب ينكشف. مين هو أنستون بجد وإيه حكايته؟ تشارلز قال له قول لي مين أنت بجد وإيه اللي بيحصل لك في الضلمة بيخليك تتجنن كده؟ وسأله هل أنستون بانت ده اسمك الحقيقي اللي اتولدت بيه؟ اسم أنستون الحقيقي كان تامال نوسوس، وما كانش يعرف أهله ولا شافهم. أمه ماريا نوسوس كانت ست يونانية مش متجوزة، وأبوه كان اسمه تامال وجنسيته كانت تركي، بس أنستون عمره ما قابل أبوه، وأمه ماتت وهي بتولده في المستشفى. أنستون قلع عدساته الزرقاء هنا ووراه شكله الحقيقي، ولما كبر سمى نفسه بنت على اسم عيلة بريطانية قوية جدا عشان يداري أصله. تشارلز قال له أنت كنت ممكن تبقى أي حاجة، مين عارف يمكن أبوك ما كانش تركي أصلا، ويمكن كان هندي أو أسود زينا. أنستون رد عليه بعنصرية وقال له لا أنا أبيض
أبيض زي الشمس ومستحيل أكون زيك. وبعدين تشارلز حمى أنستون ونضفه واداله أكل ولمبة جديدة عشان يقرأ في النور، واداله كتاب جديد من مجموعة أنستون. وتشارلز أخيرا انهار واعترف هنا: أنا قتلت راجل، أنا سبت عمي يموت قدام عيني من غير ما أساعده. في الحقيقة بعد وفاة أمه تشارلز فضل لوحده مع عمه المريض وبيخدم الراجل اللي كرهه طول عمره، وعشان كده بطل يرد عليه لما كان بيندهله وهو بيتألم. وبعد شوية نداءه ده اتحول لصرخات وجع محدش بيسمعها، وتشارلز استنى لحد ما الصرخات دي تسكت خالص، يعني لحد ما يموت ويفطس. وده السبب الأساسي اللي خلى تشارلز يفضل محبوس جوه البيت ده ومش قادر يعيش حياته. تاني يوم لما تشارلز نزل البدروم لقى أنستون مات وخلص من عذابه، وساب له رسالة مكتوبة بيقول له فيها: أنا عارف إن عندك أسئلة كتيرة عننا إحنا الاتنين، بس أنا مضطر آخد الإجابات معايا للقبر. أنستون كان عايز يموت من زمان، بس كان في إجابات محتاج يلاقيها الأول وتريحه، ولقى الإجابات دي لما تشارلز بدأ يسيبه في الضلمة يواجه شياطينه. أنستون كان سايب رسائل لشركائه في الشغل ولعيلته وطلب من تشارلز يبعتها لهم بعد موته، لكن تشارلز حرقهم كلهم وما خلاش ليهم أثر. أنستون ساب لتشارلز حباية حمراء ممكن تديله موت سريع وبدون ألم لو احتاجها في يوم من الأيام، لكن تشارلز اختار يكمل حياته وحول بيته لمتحف زي ما نرسيسيا اقترحت، وهو نفسه بدأ يعيش جوه القفص في البدروم ويقرأ كتب أنستون ويسجن نفسه. القصة دي بتعلمنا إن ساعات الهروب من الماضي بيكون أصعب من السجن نفسه. تفتكر لو كنت مكان تشارلز كنت هتسامح نفسك ولا هتحبسها في قفص؟ مستني رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك المتين والاشتراك في القناة.